أهلا وسهلا فيكم إخواتي بحلقة جديدة من برنامجنا لسه ما سميناه. مرحبا إخواتي، كيفكم؟ طبعا تأخرت عليكم، أنا آسف 3 مرات، أنا آسف يعني سامحوني. مين أنت؟ إخواتي قبل كل شيء قبل ما نبلش الحلقة اليوم، في كتير عالم قالت لي محمود ما بدنا فلوجات، محمود ما هي القناة تخربطت محمود. مشان ما حدا يتخربط وما حدا يضيع وما حدا هذا وهذاك، انا عملت قناة تانية خاصة للفلوجات. فلوجات يعني الفيديوهات اليومية، شو ما بصير معي باليوم مصور. لهيك بدي منكم تروحوا على اول كومنت، راح احط لكم رابط القناة وكلكم اشتركوا فيها الفلوجات، وراح تشوفوا فلوجات صرعة. وصورت فلوج راح ينزل بعد هذا الفيديو بنص ساعة تماما، حملته وكل شيء، بس بدي اياكم تشتركوا اول لحتى نزلوا وتفوتوا باول كومنت الفلوجات. حطوا باوز على الفيديو، وقفوا الفيديو هذا، روحوا على اللينك، حطوا اشتراك وتعالوا، راح استناكم. يلا خلصتوا؟ لا بمزح معكم. طبعا الفيديو السابق اللي كان هو انا كان في فيديو قلنا لكم روحوا على الانستغرام، علقوا مشان اخذ الكومنتات وتسالوني اسئله وجاوبكم عليها، صح؟ بس انا نزلت بعد هذا الفيديو الرد على تظهري مع سوري. انا اسف بس لازم ارد. انا ما بحسب ما ارد، انا في شيء جواتي هيك عم بتحرك لحوله. ما بعرف. المهم في شغله انه راح نرد على التعليقات. طبعا التعليقات جبتهم معي، كنت بالبيت، راح جبت لكم اياهم من السوق. شو ما عم تسوي؟ جبت لكم تعليقات، جبت تعليقاتكم جيت بس بطريقه ثانيه خالص، يعني ما بحط لكم اياهم على الشاشه، لانه قلت لكم بدي اسوي لكم الفيديو اياهم بدون مونتاج، بدون ما يكون في شيء انه يبين انه قصات وحركات وشغلات ما نجحت معي قصه وهذا. لا، بحب انه يكون معكم لايف هيك فري ستايل، يعني تشوفوني مثل ما انا، كل شيء يعني شو عم بتحرك، شو عم بسوي، ما في افكتات، ما في شيء كذب، ما في شيء رفرفات. المهم جبت لكم كومنتات جبت لكم كومنتاتكم وجيت كومنتات انا هرب الكلمه. كومنتاتكم معي هلا هن كومنتانا جد جبت لكم كومنتاتكم وجيت هلا راح اورجيكم اياهم. هي كومنتاتكم. جبت لكم الانستغرام لايف لانه انا بحبكم كثير، عن جد انا كثير بحبكم، كثير بحترم جمهوري. سويت لكم قناه هذيك للفلوجات، وحتى طبعت لكم كومنتاتكم على ورق، يعني تخيلوا انه قديش بحبكم. هذا الكومنت الذهبي طبعا ما بزعل مبين عنكم، نقرا لكم اياه. طبعا انا والله العظيم هي قبل ما ابلش الفيديو والله ما شفت ولا كومنت، مشان ما انه مثلا نقي بس اللي بدي اياه او شيء. والله العظيم عم لكم، يعني حطيت ورق، حطيت نسخ وكله مشان جاوب من قلبي، واحس فعلا انه نحن لايف بدون ما انه نقي الكومنتات اللي بدي اياها. لا والله عملت لصق وما شفتهم، والله العظيم هلا بدي اشوفهم قدامكم مشان احس انه اتفاجئ اكثر واحس اكثر. عادل أبدي محمود بيطار، شو مشاريعك القادمة على فكرة؟ مشاريعي القادمة هي هلا أنا عم اشتغل على برنامج بالسويد، الراديو السويدي. هلا كان الراديو هو سمبل كتير بس سويته بطريقة كتير حلوة. للسنة الجاي راح اورجيكم شغلات بتبكي بالراديو، اتصالات حب وعشق، الو محمود هذا خانني من MS الى MG وانا ما بعرف شو بدي اسوي معه، هالقصص غراميات هذا رح توصل للسويد كلها. المهم اول ما نبلش هذا البرنامج راح لكم عليه طبعا. هلا مركز اهتمامي كتير على اليوتيوب، وكنت عم اشتغل مع التلفزيون السويدي، كان في عنا 30 حلقة تصوير وخلصت من يومين الحمد لله. انا هلا فري ستايل. وعلى فكرة كل متابعيني انا جايكم على هولندا ب2 الشهر بعد اسبوع. هلا اليوم صار 27، راح يصير 27 هلا ب2، يعني بعد 5 ايام تماما. 5 ايام راح انزل بهولندا على امستردام، وراح اصور لكم من امستردام. المهم انا قلت لك شو مشاريعي. نعم. ايموهم آية محمد هذا سؤاله شايفينه، راح اقرا لكم اياه طبعا. بيطار
انا ما بدي اسالك شيء، بس بدي اقول لك ان انت انسان عظيم وبتجنن، ومن كثر ما بحضر فيديوهاتك كل العيله صاروا يتابعوك اكثر مني. انا بفتخر هذا الشيء والله، هذا الشيء بحس فيه انه انا مبسوط يعني. لما بتكتبوا لي شيء حلو هذا راح افتخر بهذا الشيء. انا بكون مبسوط من قلبي يعني. شيء حلو انه شوف هيك كومنت لطيف رقيق كثير حلو. انا بفتخر بهذا الشيء. انا لي فخر انه انتم بتدعموني وانا بصوركم فيديوهات. عن جد شكرا لك يعني من كل قلبي، كلك محترمه. وهي جبت لك التعليق كله طويل بس معلش يلا غيره. طبعا هاي لسه ما بعرف شو اسمها، شوفوا انتم قبلي وانا راح اشوف قبلكم مشان ما تقولوا خبشي. سؤال رنيم السعدي، سؤال: مو انت عندك كتير برد، طيب ليش دائما قاعد بالنص كم اجباري حتمرض وش اسمه سمايلات؟ هلا انا جوا البيت اكيد ما في برد يعني، وانا الصراحه من اكثر انسان بكره كرها تماما البس بلوزات بكم او طويله حتى بالشتاء يعني توصل ناقص 15 درجه الحراره، لا النص كم ما بحسن بدونه. بس برا اكيد راح البس جاكيت فوق، بس ما بحسن يعني، ما بتوقع البس كم. حتى امي لما كانت تلبسني هي البلوزه الطويله هون اموت الا امي مشان الله بدي اشلحها، بس هي تروح اشلحها فورا. همام، شو بتنصح اي حدا بلش على اليوتيوب؟ بنصح على اليوتيوب بنصح انه يكون عندك مواضيع مهمة، شيء حلو، تحافظ على حقوق النشر، اهم شيء يكون فيديوهات لك الخاصية لك، هالقصص هي مشان تصير ناجح بالمستقبل وتستفيد منها. بنصحك انه تلاقي مواضيع حلوة مختلفة تماما عن العالم وتبلش فيها، وكل التوفيق والحب والاحترام لك صديقي همام SA. تحياتي لك. ما بعرف شو كاتبه، وضحت. معتوق بيطار، حابب يصير شيء باليوتيوب بس كيف وشلون؟ حابب تصير شيء مثل شو يعني؟ انت حابب تصير شيء يعني، كلياتنا حابب يصير شيء، بس شو هو الشيء يعني؟ حابب تصير شيء باليوتيوب بس كيف وشلون؟ حسب الشيء اللي بدك يعني. انت انا ما بعرف اقول لك شيء، بس بقول لك موفق من كل قلبي، وبتمنى هذا الشيء تنجح فيه اللي حابب تصير فيه انت من كل قلبي. معتوق حبيبي. الله، بناخذ هاي الكومنت هون ما قريته طبعا، راح تقروا انتم معي. ايوه. ورجيني. موسى KH، ليش حاسس انه اندفاعك للشهرة تراجع بشكل كبير جدا؟ بتمنى ترجع محمود بإطار الكوميدي، وشكرا محمود، تحية مني لك. موسى حبيبي، هلا انتم معكم حق. هلا انا يمكن تراجعت ككوميديا كأنه قبل الفيديوهات الحلوة. صراحة يعني هي أول مرة رح صارحكم بشكل إنه فعلا إنه من قلبي رح صارحكم إياه. برنامج ما لك مصلحة، أنا برنامج بفتخر فيه كتير كتير كتير. بس قبل هلا أنا بالفيديوهات الأولى نحن كنا إنه عم تمسخر على ناس كتير وعم نجرح فيهم كتير. أنا بعدين يعني عن جد هي أول مرة بحكيها من قلبي. أنا قعدت فترة مع نفسي هيك يعني، حتى شفت انه انا عن جد عم اغلط بحق عالم كثير يعني. انه هذا الانسان كيف عم يحس لما انا عم تمسخر عليه او هيك، لو كان بنت او كان شاب. هلا لما هو يغلط اكيد لازم اغلط اذا بغلط كشعب. بس في منهم انه عم يسوي فيديوهات عادية ونحن كنا عم نستلم وكل هالقصص هي. انا حسيت انه انا غلط. طبعا ما حدا قال لي او ما حدا، بس انا حسيت انه انا غلط، وبسبب هذا الشيء مسحت يعني معظم الفيديوهات اللي كانت على الفيسبوك واعتذرت منه شخصيا. رحت لعند كل شخص غلطت معه واعتذرت منه شخصيا، قلت له انا اسف، وانا يعني انا كنت خجلان كثير لانه فعلا انا كنت غلط. انا كنت غلط. بس الاعتذار يعني لما انت شو بدي اقول يعني، لما انت مثلا تعرف حالك غلطت وتعترف بهذا الشيء فضيلة. هذا الشيء يعني هذا الشيء جيد جدا. لا ما بكمل بقول انه انا ناجح، لا انا شفت حالي غلط وانا لازم صحح هذا الغلط. وانا يعني بصراحة فيديوهات المسخرة عن الناس وقفتها يعني، ما عاد انه مثل قبل. بس فينا نعلق بطريقة كوميدية بس مو مثل قبل هالطريقة كتير ثقيلة يعني. فينا نخفف بطريقة محترمة بدون تجريح. اوكي انا مع هذا الشيء، وتحياتي للجميع. طبعا هذا هو السبب صديقي موسى. هذا التعليق طبعا راح نسرع شوي لانه المدة طويلة، ما بدنا ناخذ كتير.
لين مدور. موسم تاني برنامج مالك مصلحة بليز، لأنه كان كتير حلو. لين هو كان كتير حلو صح، وكلفنا كتير يعني صراحة. كنا نحكي يعني كانت ميزانية المشروع هذا تقريبا شي 22,000 يورو تماما. لهيك انه لما خلصت ميزانية نحن ما خرج، انا هلا انا ما خرج انه كمل هذا الشيء لحالي، انه ساوي موسم ثاني. لهيك عم نستنى تي في او قناة تدعمنا لحتى نعمل هذا الشيء. وهذا هو الشيء، فينا نحن ندعم حالنا، بس عم نفكر بطريقة انه بحيث انه يعني اجيب دعم ولا استفيد. لهيك انا اسف يعني بدي كثير، انا كثير عندي انرجي وكثير عندي طاقة اعمل فيديوهات جديدة. سيريا ام تعالوا على صفحتنا. يعني شو هالتعليق؟ هذا التعليق رح نجي على صفحتكم. شارمينج ايز، شو اكلتك المفضلة؟ اكلتي المفضلة مجدرة، انا من عشاق المجدرة جدا. اكلة بسيطة وخفيفة ونظيفة بحبها كتير. غيره يا محسن كومنت ثاني نفس كومنت. علي عزازي هون شايفينه. محمود وين كنت ساكن في اي منطقة بحلب؟ وليش ابراهيم ناروز ما عاد طلع معك؟ وين؟ وتحية مني لك حبيبي علي. انا كنت ساكن بحلب بمنطقة اسمها الحمدانية مشروع الضاحية. وليش ابراهيم ناروز ما عاد طلع؟ ابراهيم نحن عم نشتغل سوا ولحد الان، بس عنا ضغط كتير. ابراهيم انسان ناجح كتير، لحد الان احنا عم نشتغل سوا ورح نكمل ان شاء الله. بس ابراهيم في عنده ضغط كتير بالبرنامج السويدي اللي عم يشتغله، لانه بده شغل كتير تعب، وهلا موقفين شوي هيك يعني شغلات سوا مثل قبل لانه بسبب شغله. وائل عرفنا عن عيلتك. انا اصغر واحد بالعيله، عندي اخ واخت اكبر مني. اخي عمره 28 واختي عمرها 31 سنه، وانا اصغر واحد بالعيله، وهي عيلتنا بسيطه كتير وسمبل. غيره ناس سيف. محمود لو كنت رئيس امريكا شو اول قرار رح تاخذه وتطبقه فعليا؟ استقبل السوريين كلهم. زينة تويستر عرفنا عليك وسبب شهرتك والشيء اللي خلاك تختار السويد لهجرتك من سوريا. احكي لنا قصة حياتك. هاي بدها فيديو كامل يعني، هلا الفيديو صار طويل وبلشت العالم تقرا يعني طويل كتير يعني. عرفنا عليك وعلى سبب شهرتك. انا محمود بيطار من سوريا من حلب. سبب شهرتي والشيء اللي خلاني تختار السويد، سبب شهرتي انا زلمه كتير انه كنت حب صير ممثل، وانا اشتغلت على حلمي كتير. والفتره اللي انشهرت فيها كتير هي بسبب هجرتي، لما كنت اعمل مقاطع فيديوهات كوميديه عن حياتي اللي كنت اعيشها وانا عم حاول اطلع من اليونان للسويد. وهي كانت سبب يعني اكثر اندفاع كان للناس عندي. وليش اخترت السويد؟ لانه رفقاتي كلها وقالوا لي تعي وانت مهضوم كتير. شكرا لك كتير زينب، بتمنى تكون وصلت الفكره علي. اورهان عبد الله عرفني عن سبب شهرتك. نفس ما قلت لها لزينب اورهان. محمد عبد الزاتر بدنا موسم ثاني مالك مصلحه على طول بدون ما توقف. كمان حكينا عن الشغله. شكرا لك. معطوب كمان هي نفسها. كيف بتساوي شعرك؟ سويت لكم فيديو رح نعمل له مونتاج ورح ننزل لكم اياه كيف بتساوي شعرك. اذا رجع الوضع بسوريا مثل قبل ممكن ترجع ولا او لا؟ بتمنى ترد ليلي الحورة ما بعرف شو. اكيد رح ارجع ورح اكون اول الناس اللي رح ترجع لسوريا. شيرين يمكن تشوف سؤالي بايخ شوي، بس مو ناوي تجي زيارة على تركيا؟ اني عن جد حاب اشوفها كثير ان شاء الله. انا بتمنى انزل قبل ما تجي، اول ما تجيني الفيزا رح تطير طيارة. السوم أتالا انا حكيتك على الصفحة اللي اسمها يلا يوتيوب بس ما رديت. ليش؟ وقناتك بتجنن. ما رديت بسبب الضغط كتير وانا بعتذر منك حبيبي، وشكرا لك حبيبي على السوم. الياس ممكن الى يوتيوب بدي اشهر صفحتي ساعدنا صفحة جديد رجاء. الياس انا كومنتك عندي هون رح اشوف اسمك، واذا فعلا بتستاهل الدعم من عيوني. يوسف 963. محمود صرت ما تنزل من قبل يومات، يعني يوماتها كلها تنزل بس هلا تقلان يعني مثل الفنان اللي تجوز نزل مقاطع مع السويديين. يوسف انا سويت صفحة جديدة مشان هالشي، مشان ما حدا يتضايق. كلكم روحوا لها عليها لا تنسوها بالكومنت، هي الاول حطوا لها لايك وسبسكرايب وتابعوها. رح نزل لكم فيديو عن يوميات اليوم. محمود بيطالب من بلد ان شاء الله. قل لي كيف بتساوي شعرك، سوينا فيديو عن قصه رح نزل لكم اياه وانا راسي طق 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 طق.
بتمنى ان تكونوا استمتعتوا اخواتي بهالفيديو القصير اللي معي. انا محمود بيطار. مثل ما قلت لكم مطلوب منكم هلا اخواتي انه تحطوا لايك على هذا الفيديو وكومنت شو بتحبوا الفيديو الثاني. اسئله على اخر كمان على اخر صوره بالانستغرام. ايوه نعم انا ضعت من كثر الحسابات والقصص هي. المهم هلا شوفوا والله الاسئله اليوم هي الاسئله كلها بتمنى انه اكون جاوبت عليها قدر الامكان. وهي حياتي وهي دنيتي، هاي انا، هاي سماعات، هاي لابتوبات، هاي الطابة، هاي الدنيا، هاي استديو الجميل، استديو الرائع، استديو متحمس. ايه يا اخواتي بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بهالفيديو. اللي مطلوب منكم هلا انه بتمنى منكم تدعمونا بس بلايك وكومنت وسبسكرايب متابعة على صفحتي هاي. تحياتي لكم كلكم. كان معكم محمود بيطار من قلب السويد. والصفحة الجديدة على اليوتيوب بالاول كومنت كلكم فوتوا حطوا لها متابعة وشوفوا الفيديو تبع طلعت فلوجات مع صديقتي السويدية. كلكم شوفوا. بحبكم اخواتي وشكرا لكم.